استاذ طرنيو تعال بابا، تعال شوف قدامك. شكو استاذ؟ شنو الموضوع؟ شكو؟ شوف شعره شلون طويل. لك شنو هاي؟ انت منين جاي بابا؟ والله ايام زمان يوميه الوالد هيك يزين الصفر ويطلعني المدرسه يوميه. اكو واحد يحلق يوميه. استاذ طرنيو طلع الفيته مالتك، اي شعره طولها فوق الواحد سنتيمتر تقصها تحرقها حرق. خدمتك استاذ، خدمتك استاذ، بس تدلل نفذ. يلا تم تعال حبيبي، جيب راسك. شوف والله استاذ اودن، اخبار غير مبشره. كل الشعر اطول من سنتيم ونص. قلبي امشي روح لك ممنوع تدخل المدرسه. امشي. إذا أبقى هنا راح يطردوني، فخلاص راح أحاول أتسلل المدرسة وبدون ما حد يعرف. يا الله خليني أطلع من هنا وأفطر من هنا. أوكي ما أعتقد حد شافني. خلاص أخذت شباك الصف راح أدخل من المدرسة من عندي. والله الأساتذة أغبياء. أودن يا مدير المدرسة، طرنيها وتعال لحقوا. صاير استاذ اكو واحد مكان لابس زي واقف يمنا، راح دخل المدرسة وطفر من الشباك. لا اله الا الله، هذا كنت خايف من عنده. لا انتم شو شغلكم هنا؟ بس تاخذوا رواتب؟ يلا اخذوا القطاعات كلها وفتشوا المدرسة كلها. صار استاذ، راح نفتش المدرسة صف واذا قام الاعتقال راح نرميه. يلا انت تعال وياي، انت همين تعال، يلا كلكم تعالوا توزعوا بالمدرسة. شباب هذا هو لقيته، تعالوا طوق المنطقة، لا تتحرك، اي حركة راح نرميك. ولك حيوان، ليش ملابس الزي داخل القاعة؟ حسبالك ماكو دولة ماكو حكومة، شنو تاهل الوضعية؟ والله ارميك. والله آسف، خلاص راح أروح البيت لأنا مريض واعتبروني مجاز. ولك تضحك علي؟ صار لي 25 سنة بالخدمة، شنو إجازة؟ شنو مريض؟ بابا أنا خرجت أجيال على يدي، إن شاء الله أموت ولا يجي يوم أشوف واحد داخل المدرسة بدون زي. يلا اطلع، مشي قدامي، خل المدير يتصرف وياك. أمثالك شوهت سمعة البلد، تعال اطلع منا. يلا ولك امشي. خلاص والله آسف. سيادة المدير بالتعاون مع الأمن الوطني وجهاز مكافحة الزي تم العثور على المجرم اللي واقف أمامك. أودن والله أعتذر مني، ما توقعت الزي مهم لهالدرجة. خلاص سامحني وبدي أروح عند أهلي. كلماتك الأخيرة حبيبي. شنو آسف شنو اعتذرت؟ ولك صار لي 20 سنة بهاي الشغلة ما حد سواها. اهدى استاذ اودن، اهدى حبيبي اهدى. استاذ يعني هو طالب ترى، ما يستاهل ترفع عليه هذا السلاح، وانت ادري بيك قلبك كبير ويعني طيب وابو الخير، وان شاء الله كان ارميك والله ارميك. استاذ طريه ولا تخلي ارميك. لا استاذ لا، صحيح انا هذا طالب مسيء وعقوبته القتل. صح عشت ايدك. نفذ استاذ نفذ. شاهد ابني حبيبي، شاهد. توكل بالله استاذ، روح. اوكي ابني يلا كلماتك الاخيره لان المحاضرات راح تبدي. يلا. اريد أمي. يا الله يغفر لك، مع السلامه. يلا ابناء الطلبه. حبيبي تفضل قدامي. لا حبيبي لا تخاف، احنا لمصلحتكم ترى، نقتلك لمصلحتك. يلا طلاب يلا كل من الصفه يلا. احنا نقتلكم لمصلحتكم شباب، احنا قبل شو ما حصيده قتلناكم. يلا حبايب. قيام الكل توقف. السلام عليكم ابنائي، طبعا عندي خبر جدا حزين واعرف اغلبكم راح يبكون هسه، بس حاولوا تمسكون نفسكم. طبعا اخوان معلم الرياضيات للاسف تعرض لحادث مروري ودعمته سياره، فما راح ياخذكم اليوم. فشباب راح نستغل هذا الوقت نوقف وقفه صمت وحزن لمده ساعه لحين انتهاء الدرس، ونتمنى له من قلبنا ان شاء الله يا رب يفرج عليه ويرجع لنا مثل الاول. انا شوي ان شاء الله وراجع لكم. واخيرا دعواتي جابت نتيجة، شكرا يا رب. يا جدعان انا ثغرت. والله شباب قبل الصلاة ندعي عليه وورا الصلاة هم ندعي عليه، الى جهنم وبئس المصير. خلي فينا جدول الضرب بجهنم. يا الله السلام عليكم. هاي شنو هاي صاير؟ هاي شو فرحانين هاي صاير يا حبايب قلبي. والله مع الاسف عليكم ترقصون على جراحي. ودكم يا طايحين الحف كاد المعلم ان يكون رسولا. والله ما متأبي من الدعمه، متأبي بس من الخنجر اللي حطيته بقلبي من وراء تصرفاتكم هاي. الحمد لله على السلامة استاذ، يوميا ادعي لك قبل الصلاة وبعد الصلاة، الله يوفقك استاذ. والله استاذ احنا بجونك وبجون الرياضيات، احنا مطاير بياء وحمية. استاذ في دور طولك، والله مشتاق لك، اسمح لي ابوسك. واخر حيوان سمعتكم لا طالما رقصت على جثث الاسود كلابو. اسف استاذ والله اسف، اعتبرنا ما ارتكبت بالغلط. هاي سبايك الامتحان اليوم يتأجل ها؟ ما يتأجل. أنا بوصيتي كاتب إذا عملت تاخذون الأسئلة من جيبي وأستاذ عباس يمتحنكم. مع العلم والله قلت أجيب لكم أسئلة سهلة بس أنتم ما ليش تعامل. هاي الأسئلة راح أشققها. ها يلا راح أرد لكم الأسئلة، كل من يطلع ورقة وقلم. يلا سجلوا يومكم. السؤال الأول، لحظة خل أنزل يومكم حتى تسمعوني. السؤال الأول يقول أجب بكلمة صح أو خطأ. الأسئلة صح وغلط كلنا راح ننجح. ولكن صحيح الخطأ إن وجد. لا ما اريد صح والخطأ، شباب هوسوا.
بدون تصحيح الخطأ أستاذ. ولك ما رأيت تصحيح الخطأ. هذه عاد بسز قالوا لك. صوتكم كنت قاعد يلا. يا اخي خرابيك. يا اخي ليش تضرب مالك عليه؟ ولك العفو ابو حيوان. زبالة. يلا نكمل منطق السؤال. النقطة الأولى فرع أي. شنو فرع اي؟ هي مو صح وخطأ. إيه يا قلبي، داخل الصح والخطأ اكو مسألة. يعني يمكن السؤال كله خطأ وما يجوز بالرياضيات، فتكتب لي السؤال الصحيح وتجاوب عليه. يلا نكمل. السؤال يقول 1 تقسيم جذر 2. جاوبوا على ما أحضر لكم الفرع الثاني. يلا حبايب قلبي. شباب لا تخافون، عندي حاسبة هسه أنطيكم النتائج كلها. هاي شنو هذا؟ هاي شو صوت هذا؟ هاي منو دا يتكلم بالخلف؟ ابني انت تتكلم. هاي شنو هاي بيدك؟ حاسبه. الله اكبر. ويلكم اودن. طلني والحقوني. واحد يحق. وين الاداره؟ مدير المدرسه وين؟ هلب. حالة غش، تعال بسرعه. يا الله شو صاير استاذ؟ شو انت تعرفني صار لي 70 سنه ادرس، ابد ما مرت علي حاله غش، ابد ولا مره بدرسي. بس هذا العثاله استخدم حاسبه بدرس الرياضيات. لا حالة غش، انت من دازك علينا؟ من دازك عشي؟ تدري شو سمعة المدرسة؟ تف عليك يا ابني، لهالدرجة وصلنا من الدناءة والخسة، والله عيب عليك. أستاذ والله لقيت الحاسبة بالقاع وارد أسلمها لكم، المفروض تكافئوني، أنا هذا ربوني على حفظ الأمانة والأخلاق الزكية. كل خير، صار لي 20 سنة بالسلك التربوي، تضحك علي بهاي السوالف؟ وين الشباب؟ وين الجيش؟ يلا اعتقلوا، حبس انفرادي لمدة 1.5 سنة مع تنظيف حمام المدرسة 6 مرات يوميا. يلا اعتقلوا شباب. مشي قدامي ولك سد حلقك. اليوم اذا ما تمسح الحمامات تمسح الحمامات بي. يلا حبايب قلبي نكمل السؤال. السؤال الثاني يقول أرض مساحتها 71 متر مربع. صاحب الأرض قرر يبني مول. البيت اللي بصفها بالمول ايش قد مساحته؟ يلا حبايب قلبي تعال بيكم تقدرون تجاوبوها. يلا استاذ هاي انا ما اعرف له، شو راح يجاوبون للطلاب؟ لا حضرة المدير، ما أنا طلابي من الأوائل على المحافظة، ما مقبولة منك هاي، وأنا على ثقة تامة أنهم سوف يجاوبون على هذا السؤال بسهولة تامة. ما نعرف كل شيء، ما نعرف، راح نرسم. شوفوا لك هذا الطالب كسلان، هذا ما لك علاقة به حضرة المدير. ما عليكم حبايب، أنا ساعدكم في التصليح، أنت بس لا تترك أي شيء فارغ، ويمي ما لك علاقة يمي. يلا خلص أبنائي، بعد سمعتوا الأستاذ راح يساعدكم بالتصليح ولا تتركون شيء فارغ. يلا أنا أترخص وإن شاء الله الكل ناجح. أكيد استاذ، إن شاء الله الثقة موجودة. إن شاء الله. يلا مع السلامة، مع السلامة، بالتوفيق حبيبي. الله وياك قلبي، الله وياك. استاذ ممكن شوية تجي يمي؟ هذا السؤال ما فهمته. أول شيء استاذ الحمد لله على السلامة، والله النفس من سمعت هذا الحادث انقطع، قمت ما أقدر أتنفس. استاذ بالنسبة لسؤال المسألة، أول خطوة هيك مو؟ تريد تغششك يا قلبي؟ شي قدامك مطي حبيبي؟ يلا روح جاوب جيب. يلا إذا ما تعرف سلم ورقتك واطلع. يلا يا قلبي. أستاذ ممكن شو تريد أنت يعني؟ أستاذ أنا بس بديت الخطوات، بس الجواب صحيح عادي. والله خلي اشوف حبيبي. والله انا اقول منين ما تجيب جواب ما راح يطلع غلط حبيبي، ما يفيد. يلا ايس يا قلبي، يلا ايس، خلاص سلم الورقه واطلع لو مكانك نسلمها. يلا أستاذ الورقة ما كفت الحل، عاد تسحب ورقة ثانية. هذا الحيوان ايش كتب بالورقة؟ أنا صار لي ساعة جوا كتبت 1.5 سطر. عافية مهيمن. شفت شباب؟ شفت عافية ابني مهيمن، اسطورة والله، ليجند والله، اسطورة. اسحب ورقة محمد، انا على بجيرانكم، تتذكر ذاك يوم اشتريت لك لفة فلافل؟ هسه اجا وقت رد الجميل. بالنسبة للسؤال الاول شنو الحل؟ آسف ما عرفت، تركته فارغ. اوكي ماكو مشكلة. بالنسبة للسؤال الثاني شنو الحل؟ آسف هم ما عرفت، هم تركته فارغ. ابن النعال ورقتك متروسة ترس، ايش كاتب بيها؟ علي من تغلط عليه؟ والله إلا قول لي أستاذ. انت والله مو مال لفة فلافل، مال قنادر. أستاذ هذا يريد يغش مني ويغلط عليه. مهيمن ابني قل لي صاير. هاي شنو هاي فوفا هناك؟ مهيمن ابني قلبي ايش قاعد يصير؟ هذا يغلط عليه ويريد يغش مني. والله مهيمن انت احسن بشر شفته بحياتي، لو انا بنيه تزوجته. انا اكل لفة قنادر، انت حلقك ما يلوق له بس الكباب والقاس. ابني مهيمن شنو قرارك، نعذره لو لا؟ اي استاذ عوفه خطير بعد، بس خليه بعد لا يعيد. تدلل حبيبي مهيمن، اللي مد ايده اكسرها. وانتم يا طلاب ترى بعد 7 ثواني يلا سلموا الاوراق. يلا حبايب قلب، اللي ما يسلم خليه يعوف ورقته يمه وراسب 0. استاذ صار لنا 5 دقائق ما لحقنا نحل كل الاسئله. الف رحمه على والديك، ابوس ايدك بس دقيقه. يعني كلامي واحد ما يصير 2. 7 ثواني يعني 7 ثواني. 1 2 3. هاي استاذ ولكم شنو هاي؟ كلكم خلصين بس انا باقي. ترى حطلع من الباب، اذا اطلع ما استلم اي ورقه بعد. لحظه استاذ، هاي الورقه هاي خلصت هاك هاي. لا خليها عندك حبيبي، خلاص بعد السلامه. استاذ لحظه والله هاي الورقه والله.
استاذ ابوس ايدك اخذ الورقه. الله عليك. وخر يا ابو سيدي ولك. يلا بوسه. اوكي استاذ امري لله راح ابوس ايدك. هو فكر اخذ وقتك. اوكي يا ابني راح اخذها بس ناقص 99 درجه حتى بعد ما تعيدها. اوقف استاذ لعد الامتحان مش قد اذا تنقص مني 99. الامتحان من 100 حبيبي من 100. يلا روح صفك حبيبي ما اريد اشوفك بالايام غرفه الاساتذه. يلا شباب اليوم توزيع الدرجات المدير يقول كلها ناجحه. شباب اجل الاستاذ سكتوا، انا هسه راح اسالي على الدرجات. قيام. صباح الخير طلاب. طبعا اليوم توزيع النتائج بس هدؤوا حتى كل واحد يسمع درجته بصوت واضح. يلا حبايب قلبي يلا. من هسه قبل لا اوزع شباب الاعتراضات ممنوعه. اي واحد يعترض راح اشق ورقته قدامه. واضح يلا ليتس جو. استاذ شلون هالدرجات؟